يستخرج منه العنبر، وهو أغلى أنواع العطور. قدرة الله عز وجل في خلق الحوت. عطور باهظة الثمن. العجيب أن هذه المادة تتشكل في أمعاء الحوت بسبب عملية هضم معقدة، ثم تطرح في البحر لتصبح أحد أغلى المواد الطبيعية في العالم. بعض الحيتان مثل حوت العنبر تستطيع الغوص العمق 3000 متر والبقاء تحت الماء لأكثر من ساعتين دون الحاجة للصعود للتنفس، بفضل قدرة أجسامها على تخزين الأكسجين بكفاءة مذهلة. الحوت كائن مذهل يحمل العديد من الأسرار الغريبة التي تدل على عظمة الخالق عز وجل. فالحوت لا ينام كالبشر. الحيتان تحتاج إلى الهواء للتنفس، لذا لا يمكنها النوم بالكامل مثل باقي الكائنات الحية، بينما يبقى النصف الآخر مستيقظا ليساعدها على الصعود إلى السطح لأخذ الأكسجين. الحوت الأزرق هو أضخم مخلوق على وجه الأرض. الحوت الأزرق هو أكبر كائن حي في التاريخ، إذ يصل طوله إلى 30 متر ووزنه إلى 200 طن، أي ما يعادل وزن 33 فيلا. الحيتان تستخدم أصواتا ذات تردد منخفض للتواصل، وهذه الأصوات يمكنها السفر لمئات أو حتى آلاف الكيلومترات عبر الماء، وهي من أقوى الأصوات الطبيعية على كوكب الأرض. من أعظم أسرار الحوت ارتباطه بقصة سيدنا يونس عليه السلام. فكان للحوت قصة مع سيدنا يونس عليه السلام، وهي من أعظم القصص التي تحمل دروسا في الصبر والتوبة واللجوء إلى الله. كان نبي الله يونس يدعو قومه إلى عبادة الله وترك الشرك، لكنهم كذبوه وأصروا على كفرهم، فغضب منهم وتركهم دون أن يأذن الله له بذلك. غادر يونس قومه وركب سفينة في البحر، لكن السفينة كادت أن تغرق، فقرر الركاب أن يخففوا الحمل عن طريق إلقاء أحدهم في البحر. أجروا قرعة فخرج اسم يونس. عندما أجروا القرعة خرج اسم يونس عليه السلام، فأعادوها مرة ثانية ثم ثالثة، وفي كل مرة كان اسمه يظهر، فأدرك أن هذا تقدير من الله، فألقى بنفسه في البحر. حينها أرسل الله حوتا عظيما ليبتلعه دون أن يؤذيه. بقى يونس في بطن الحوت في ظلام البحر والليل والمكان الضيق، وهناك أدرك أنه أخطأ حين استعجل وترك قومه دون إذن الله. بين ظلمات البحر وبطن الحوت أدرك يونس خطأه في استعجاله. يونس عليه السلام نادى ربه في بطن الحوت قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان هذا الدعاء اعترافا بالذنب وتوبة صادقة، فاستجاب الله له وكتب له النجاة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. أمر الله الحوت أن يلفظ يونس إلى اليابسة، فطرحه على شاطئ البحر ضعيفا وهزيلا بسبب ما مر به، وأنبت له شجرة من يقطين.